دلوقتي في أخبار كتير عن عودة اللاعب أحمد عبد القادر. هل هيرجع تاني للنادي الأهلي ولا هيكمل مع نادي قطر القطري لحد نهاية فترة الإعارة؟ خلينا متفقين إن خروج أحمد عبد القادر من أكتر الحاجات اللي عليها علامات استفهام، لأن أحمد عبد القادر يعتبر الجناح الوحيد في النادي الأهلي اللي عنده المهارة إنه يعدي واحد على واحد أو اتنين كمان. وحتى لو في بعض الماتشات أحمد عبد القادر ما بيكونش كويس فيها، بس على الأقل بنحس إن هو عايز يعمل حاجة في الملعب. حرفنة أحمد عبد القادر ليها شكل وطعم، لاعب بلغة الكورة كورته حلوة قوي، والماتشات اللي بيكون فيها تكتلات دفاعية لاعب زي أحمد عبد القادر هو اللي يقدر يصنع لك الفارق، عشان بسبب مهارته أكيد هيعمل لك ترقيصة أو باصة يخلص لك بيها الماتش. وأحمد عبد القادر لاعب تحب تشوفه في الملعب وتستمتع بأدائه وتحركاته. يمكن الحاجة اللي بتعب أحمد عبد القادر هو إنه ضعيف بدنيا وكمان مش بيقدم الأدوار الدفاعية بشكل كامل، لكن في المجمل الاستفادة منه هتكون مضمونة وهتحس بتأثيره جوه الملعب. وبعد كل اللي أنا قلته ده، النادي الأهلي خرج أحمد عبد القادر إعارة النادي قطر القطري لمدة موسم واحد. وخروج أحمد عبد القادر للدوري القطري ده بالنسبة له هتبقى رحلة جديدة ومرحلة جديدة في حياته الكروية، علشان يرجع تاني للياقته البدنية ويكون له دور تاني مع النادي الأهلي لما تخلص إعارته لنادي قطر القطري. وأحمد عبد القادر في بداية مشاركته مع ناديه الجديد قدم مستويات كويسة جدا، ولعب لحد دلوقتي معاهم 11 ماتش، ومن ال 11 ماتش دول سجل 4 أهداف. وبسبب المستوى الفني المتميز اللي فيه اللاعب أحمد عبد القادر، إدارة نادي قطر القطري عايزة تشتري عقد أحمد عبد القادر من النادي الأهلي. ومن فضل ربنا إن النادي الأهلي لما خرج أحمد عبد القادر إعارة ما فعلش بند أحقية البيع، لأن لو كان النادي الأهلي فعل بند أحقية البيع أعتقد الأمور كانت هتختلف، لأن نادي قطر القطري متمسك بيه وكان هيعرضوا عليه مبالغ كبيرة علشان يفضل موجود مع الفريق. ولأن في حاجات بتتغير من يوم وليلة، بقى في أخبار دلوقتي بتقول إن النادي الأهلي عايز يرجع أحمد عبد القادر من صفوفه مرة تانية في الانتقالات الشتوية بسبب إصابة طاهر محمد طاهر ورضا سليم، وطبعا خروج بيرسي تاو من النادي الأهلي، وكان قبله محمد الضو كريستو اللي طلع إعارة نادي الصفاقس التونسي. وكولر اضطر إنه يلعب بكريم الدبيس الباك الشمال بقى بيلعبه في مركز الجناح، وإمام عاشور نفس الكلام شاله من نص الملعب وبقى بيلعب جناح. وعشان كده مسؤولين النادي الأهلي ولجنة التخطيط طرحوا على مستر كولر عودة اللاعب أحمد عبد القادر مرة تانية، وخصوصا إن اللاعب بيقدم مستويات متميزة مع فريقه، وده كان مجرد طرح مش أكتر. وعشان مسألة عودته أو لأ هتكون في إيد كولر مش حد تاني، النادي الأهلي مش هيفرض عليه عودة اللاعب، لأن زي ما قلت قبل كده ده كان مجرد طرح مش أكتر. وأول ما إدارة النادي الأهلي كلموا كولر رفض مناقشة الأمر من الأساس. وفكرة عودة أحمد عبد القادر للنادي الأهلي مرة تانية في وجود مستر كولر في الإدارة الفنية هيكون الأمر شبه مستحيل. وأحمد عبد القادر زيه زي لعيبة كتير جوه النادي الأهلي مش هيكون ليها دور مع مستر كولر ومش هيشاركوا غير في أضيق الحدود، زي مثلا كهربا ورضا سليم وكريم الدبيس وعمر الساعي. ده حتى وسام ابو علي في بدايته مع النادي الاهلي كان بيقعد احتياطي انطوني موديست، وكان قبل منهم محمد شريف واحمد القندوس ومحمد الضو كريستو والمالي اليو ديانج. وكولر ليه اسباب في رفض عوده اللاعب احمد عبد القادر، منها ان احمد عبد القادر مش الحل الامثل لحل ازمه الهجوم، وان وجوده مع الفريق مش هيكون ليه اي اضافه نهائي. وعلى العكس تماما هو ان اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط شايفين ان عودة احمد عبد القادر اهم حل لتدعيم الخط الهجومي، وادارة النادي الاهلي والمسؤولين في لجنة التخطيط بتحاول مع مستر كولر علشان يقنعوه بعودة اللاعب احمد عبد القادر. بس المعروف عن مستر كولر ان هو شخص عنيد جدا، وحتى لو قبل عودته تاني للنادي الاهلي هيكون مكانه على دكة الاحتياطي في معظم الماتشات. وطبعا بعد الاخبار اللي اتنشرت ديت اللي النادي الاهلي بيحاول ان يقطع الاعاره بتاعت احمد عبد القادر علشان يرجعه تاني بين صفوفه، المسؤولين في نادي قطر القطر اعلنوا بشكل رسمي ان احمد عبد القادر مكمل لنهايه الموسم، وانه هيكمل اعارته معاهم بسبب الاحتياج الفني ليه مع الفريق. وفي الايام اللي فاتت دي خرج احمد عبد القادر في لقاء تلفزيوني مع الاعلامي مهاب عبد الهادي، واتكلم عن حاجات كتيره جدا في اللقاء ده. ومن اهم الحاجات اللي اتكلم عليها احمد عبد القادر هي اسباب خروجه للاعاره من النادي الاهلي وعلاقته بمستر كولر، وهل هيرجع النادي الاهلي تاني بعد نهايه الاعاره ولا لا. وكان في سؤال خبيث من الاعلام مهاب عبد الهادي لاحمد عبد القادر، وهو ان لو في عرض من نادي الزمالك هتقبل انك تكون بين صفوفه. هنتكلم نقطة نقطة عن الحاجات اللي قالها أحمد عبد القادر، وأول حاجة معانا هي أسباب خروجه من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، وده كان بسبب قلة المشاركة مع الفريق في الماتشات، وإنه عايز ما يبعدش عن الملاعب كتير علشان يفضل في حالته الفنية والبدنية. أما عن علاقته بمستر كولر، قال إن العلاقة بينه وبينه دايما متوترة ودايما في خلافات ما بينهم. وعن عودته مرة تانية للنادي الأهلي رد وقال أنا تحت أمر النادي في أي وقت يطلبني فيه. أما عن السؤال الخبيث اللي سأله مهيب عبد الهادي لأحمد عبد القادر إن لو في عرض من نادي الزمالك تقبل تكون بين صفوفه، رد أحمد عبد القادر وقال أنا مش بحب أجاوب على الأسئلة دي،
وكمل وقال انا راجل اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه وصعب ان العب لنادي الزمالك، ودي كانت ابرز تصريحاته مع بيب عبد الهادي. طيب بعد نهايه اعاره احمد عبد القادر مصيره هيكون ايه في حاله استمرار مستر كولر في رفض عودته مره تانية للنادي الاهلي؟ اللي هيتم في الحاله دي ان النادي الاهلي هيمدد اعارته تاني اذا كان لنادي قطر القطري او اي نادي تاني، بس ده طبعا بعد ما يمدد عقده مع النادي الاهلي. وهنا وصلنا لنهايه الحلقه، ويا ريت ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.